إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. خرج من عباءة مشايخ السلطان، عشقته العقول قبل القلوب. معشوق الخزنوي، الشيخ الذي أرعب النظام فقتلوه. في الأول من حزيران عام 2005 أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عثورها على جثة الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي في قبر قرب مدينة دير الزور بعد 3 أسابيع من اختفائه، وهو ما وصفه محبوه بالمسرحية المفضوحة. من هو معشوق الخزنوي ولماذا قتل؟ محمد معشوق هو الابن الثالث للشيخ عز الدين الخزنوي، ولد في قرية تل معروف التابعة لمدينة القامشلي عام 1958 نافعة. فأنا أنهيت دراساتي في ضمن المراحل الإعدادية والثانوية في سوريا، والمرحلة الجامعية أنهيتها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 84 ميلادية. ثم بعد ذلك أنا انشغلت في مجال الدعوة والتدريس والتعليم، وكنت أنا طبعا متزوج مبكر يعني، وأنا رب أسرة، وأبنائي ربما يصغرون عني ربما بفارق سن قليل جدا. أكمل الشيخ معشوق دراساته العليا في الشريعة الإسلامية، ونال درجة الدكتوراه عن أطروحته التقليد وأثره في الفتن المذهبية. لأنني شعرت من خلال على الأقل تجربتي في منطقتي، سواء كانت يعني في سوريا أو كعمقي الكردستاني، شعرت أن المؤسسة الدينية دائما تحاول أن ترسخ مفهوم التقليد ومفهوم تبعية الناس للمرجعية الدينية، وبالتالي المرجعية الدينية تتصرف وفق مصالحها غالبا. أقلق معشوق بفكره هذا المؤسسة الدينية في سوريا، والتي كان النظام قد أحكم قبضته عليها، وأصبحت جزءا من أدوات سيطرة النظام على الشعب السوري من خلال ترسيخ عقلية التبعية لمشايخ السلطان. النقطة الفاصلة في حياة الشيخ كانت الانتفاضة الكردية عام 2004، حيث اعتبر أن الموعد حان ليصعد من خطابه وينتقل إلى الخطاب الثوري المباشر العلني للشعب الكردي بضرورة الثورة على النظام. وكانت أبرز خطبه وأكثرها تحديا للنظام في 8 من نيسان 2005، يوم الذكرى السنوية الأولى لمقتل فرهاد محمد، أحد ضحايا الانتفاضة الكردية الذي قتلته أجهزة النظام الأمنية تحت التعذيب. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. في 4 من أيار ألقى الشيخ خطبته الأخيرة، والتي طالب فيها النظام بعدم حرمان الأكراد من حقهم في الجنسية السورية، جنسية بلادهم، والسماح لأطفالهم بالدراسة بلغتهم الأم اللغة الكردية. بعد الخطبة الأخيرة ب6 أيام اختطف الشيخ الخزنوي من قبل مجهولين في مقر إقامته في دمشق ضمن مركز الدراسات الإسلامية عند ساحة الميسات بجانب وزارة الأوقاف، والذي كان فيه الخزنوي حاضرا ونائبا لرئيس المركز. بعد اختفاء الشيخ خرجت مظاهرات في مدينتي القامشلي ودمشق، واتهم المتظاهرون أجهزة النظام الأمنية باختطافه وطالبوا بالإفراج عنه، كما أدانت منظمات حقوقية عالمية وأحزاب سياسية كردية وعربية الاختفاء القسري للشيخ وطالبت بالإفراج الفوري عنه. لم يعترف النظام بمسؤوليته عن الخطف، واعتقل عددا من المتظاهرين وطارد أنصار معشوق في 30 من أيار من دوار المحافظة في دمشق إلى ساحة باب توما، حيث فرق المظاهرة بالقوة. في الأول من حزيران 2005 يعلن مصدر مسؤول في وزارة داخلية النظام أن قوى الأمن ألقت القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص قاموا باختطاف الشيخ معشوق الخزنوي من مدينة دمشق بعد تخديره، ونقلوه إلى حلب ثم قتلوه ودفنوا جثته في مدينة دير الزور. لم تقنع الرواية الرسمية الحاضنة الشعبية للشيخ، خاصة أن أحد الضباط قدم نفسه على أنه ضابط في القصر الجمهوري يوم مظاهرة دمشق، وتحدث إلى الشيخين مراد ومرشد نجلي الشيخ معشوق، وقال إن الشيخ بخير وسوف تسمعون أخبارا طيبة عنه، اذهبوا إلى بيوتكم ولا تتجمعوا.
لتأتي شهادة أحد الأطباء أنه شاهد الشيخ معشوق في مشفى تشرين العسكري، وقد أدخل المشفى بإضبارة معتقل وهو في حالة صحية جسدية سيئة نتيجة تعرضه للتعذيب، وغادر المشفى رغم حالته السيئة وهو على قيد الحياة. لم يكتفي النظام باختطاف معشوق وتصفيته، بل أراد أن يخلق فتنة عرقية ومناطقية في دير الزور والقامشلي بعد عام من الانتفاضة الكردية التي استعمل فيها النظام بعض العشائر في دير الزور لقمع الانتفاضة. استدعى الأمن الجنائي في دير الزور مراد ومرشد نجلي الشيخ في 31 من أيار ليتم نقلهما صباح اليوم التالي إلى دير الزور، حيث وجدا جثمان والدهما بقرب أحد القبور، وتم إبلاغهما أن الجثمان كان داخل القبر دون أن يكون متسخا أو عليه علامات تشير إلى أنه كان داخل القبر، على عكس الرواية الرسمية للنظام. خرجت مدينة القامشلي لاستقبال جثمان الشيخ معشوق بمئات الألوف من أبنائها الغاضبين لاغتياله لتكون أكثر تظاهرة في تاريخ المدينة، وتم دفن الجثمان في مقبرة قدور بيك، والتي سيطر عليها بعد سنوات تنظيم داعش الذي دمر قبر الشيخ وباقي قبور الخزنوية. لم تتوقف مسرحية النظام عند تصريح وزارة الداخلية، بل عرض على تلفزيونه الرسمي ما أسماه اعترافات المجموعة التي خطفت الشيخ وقتلت، وتم استدعاء نجليه إلى دمشق وطلب منهما الادعاء ضد أفراد المجموعة، لكن نجله الشيخ مرشد طالب برفع القضية ضد ماهر الأسد وقال إنه يمتلك أدلة تدينه، وهو ما رفضه قاضي التحقيق، وأبلغه أنه يستطيع الادعاء ضد الثلاثة الذين ظهروا على التلفزيون فقط، وهو ما رفضه نجلا الشيخ. بعد عامين على اغتياله نظمت مجموعة من الأحزاب الكردية مظاهرة في القامشلي إحياء لذكراه السنوية، وفضتها القوات الأمنية بالعنف واعتقلت العشرات من المتظاهرين بينهم 10 أطفال. غير الشيخ معشوق الخزنوي قواعد اللعبة التي كان يمارسها النظام بجعل المؤسسة الدينية أحد أذرعه التي يعتمد عليها في السيطرة على الشعب، فجمع معشوق بخطابه الثوري الملهم قلوب الناس وعقولهم حوله، فشكل أحد أكبر الأخطار التي يخشى منها النظام، ودفع حياته ثمنا للرسالة التي طالما آمن بها، وهي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.